يوجد من الرجال من تحمل من القروض والديون الشيء العظيم الذي أثقله وأجهده وأذله وأهانه. السبب في ذلك هذه المرأة المتسخطة التي لم تقنع برزق الله عز وجل لها ولزوجها. ولذلك نص كثير من أهل العلم على أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيش مع امرأة سيئة الخلق، ومن سوء الخلق عدم القناعة وعدم الرضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أذكر رجلا كان في وظيفة مرموقة ويستلم راتبا كبيرا جدا، لكن هذا الرجل الغريب بأنه عليه قروض وعليه ديون ويسكن في بيت أجار مستأجر ثم إنه حصل خلاف قوي بينه وبين زوجته الأولى فطلقها، ثم تزوج امرأة ثانية وقد فصل من الوظيفة الأولى، حصل على وظيفة أقل منه لكن مناسبة لدرجته العلمية. ومع الوقت، وأنا رأيت بأم عيني، مع الوقت ملك بيتا وسيارة فارهة، وأصبح سدد جميع ديونه وقروضه واستقام على دين الله عز وجل. ولما سئل قال: السبب عدم البركة في تلك المرأة. فكان هذا الرجل يقول بأن امرأتي الأولى هي سبب